حاجات متحرمه على البنات ما ينفعش تعملها غير لما تتجوز. مفيش سفر مع صحاب، لما تتجوزي ابقي سافري. مفيش ميك اب غير في الخطوبه، ولا صوره على الفيسبوك غير لما تتجوزي. اللي انت لابساه ده لما تتجوزي ابقي البسي براحتك، يعني وقتها هتبقي مسؤوله منه، ابقوا اتصرفوا مع بعض. هي وصلت كمان لقص الشعر، سيبيه طويل ولما تتجوزي لو وافق تقصيه بقي قصيه. على الرغم من انها طلبات مشروعه ومن حق كل بنت ان هي تعملها، اللي الرد عليها دايما بيكون بالرفض. واصبري بقى لحد ما تتجوزي. تفضل البنت موقفه احلامها وطموحاتها على فارس الاحلام اللي هيجي ينقذها ويصفرها ويخرجها ويسيبها تقص شعرها، فبتوافق تتجوز اي حد والسلام. قال يعني هيسيبها تعمل كل ده؟ وبعدين تتفاجئ ان هو ولا فارس ولا بتاع احلام ولا معاه مصباح علاء الدين اصلا، وانه داخل الجوازه دي برجولته وذكوريته وشكرا، ولا هيخرج ولا هيفسح، هو عاوز يكمل نص دينه وخلاص زي باقي اصحابه. ويا دوب تبقى خرجت من تحكمات اهلها ورخامتهم لتحكمات جوزها ومسؤوليه الجواز. وتفضلوا تربوا البنت على انها في مرحله التاهيل ما قبل الجواز، وان هي لازم تفكر وتعمل حساب جوزها المستقبلي قبل ما تفكر في نفسها وفي اهلها. بتكرهوها في عيشتها معاكم لدرجه ان هي بتفكر ان الجواز ده سبيل للخروج للحياه والانطلاق والانبساط، وبعدين تكتشف ان عمرها اللي فات ضاع واللي جاي هيضيع في مسؤوليات الجواز والخلف. ولما يحصل مشاكل بينها وبين جوزها بتفضلوا مستغربين هي ازاي ساكته وراضيه ومستسلمه للوضع ده. ما انتوا اللي اهلتوها للسلبيه دي كلها ووصلتوها لكده. ليه دايما بتتعاملوا مع البنات على اساس ان هي حمل وما بتصدقوا تلاقوا راجل يخلصكم منها ومن مسؤوليتها ومن طلباتها ومشاكلها؟ في اهل ما بتبقاش عاوزه تفرح ببنتها وتشوفها في فستان الفرح وتشوف احفادها والجو الحلو ده، دول بيبقوا عاوزين يخلصوا منها مع اي حد يتقدم وخلاص، وكانها يا هم ونزاح وبركه ان خلصنا منها. لو انتوا شايفين ان خلفه البنات كده وانتوا مش قد المسؤوليه، بتخلفوا ليه اصلا؟ ليه دايما شايفين ان البنت لازم يتخاف عليها قوي كده ولازم يتقفل عليها في البيت وما ينفعش نديها حريه ولا شويه ثقه زياده تجرب اي تجربه؟ ليه ربيتوا البنت ان هي لازم تفضل في حمى وظل راجل، ولو مفيش في حياتها راجل فهي كده هتضيع ومش هتعرف تعيش في امان؟ طب تفضل البنت طول حياتها تدور على راجل تتحمى فيه بدل ما تدور على نفسها ومستقبلها وشغلها، واللي بالمناسبه هيحقق لها امان اكتر من 100 راجل ممكن يغدر ويخونها، في حين انكم اديتوا للولد كل الحقوق وكل الحريات يعمل اللي هو عاوزه ويروح ويجي زي ما هو عاوز. علشان كده يوم ما بيتجوز بيبقى عاوز يستقر ويبقى قاعد في البيت، ويوم ما يخرج بس مع صحابه. خلاص عمل كل اللي عاوزه قبل الجواز وزهد في الحياه، والبنت بتبقى عايزه تخرج وتروح وتيجي وتتفاجئ ان ده كان في احلامها بس، وان ده مش هيحصل غير من السنه للسنه على ما يفكر يخرجها ويفسحها. سيبوا بناتكم تروح وتيجي وتخوض تجاربها بنفسها. الحياه مش جواز بس، اي تجربه جديده هتخوضها هتفيدها وتقوي شخصيتها، وكمان هتبقى واثقه في نفسها وهتعرف تختار بشكل احسن، بما فيهم شريك حياتها كمان. يعني وقت ما تحب تتجوز هتختار زوج يشاركها حياتها فعلا، هيشاركها تجاربها بنجاحها وفشلها. يعني مش هتدور على اللي معاه فلوس اكتر علشان يحقق لها اللي كان نفسها فيه، ولا على اي واحد والسلام يخلصها من عيشتها معاكم. ما تكرهوش البنت في نفسها، ولا ان ربنا خلقها بنت. ربوها على الاستقلاليه وان هي تحقق نفسها وطموحها قبل الجواز، علشان يوم ما تتجوز تقدر تشيل المسؤوليه وتطلع جيل يقدر يعتمد عليه. كفايه اجيال هشه متكرره من غير طموح ولا شخصيه. قولي لي في التعليقات مريتي بالعقد دي ولا لا، ولو مريتي بيها قدرتي تتخطيها ازاي؟